طيب. اليوم بتكلم معاكم على موضوع علاج الستريتش مارك في الجسم. طبعا زي ما انتم عارفين اني انا اخصائية علاج ستريتش مارك وسكار. حنتكلم اليوم على الستريتش مارك فقط. السكار ان شاء الله بنشوف يعني فيديو ثاني ان شاء الله، نحاول انه نتكلم فيه كمان. طيب، اول شيء نتكلم على اسباب الخطوط اللي تيجي في الجلد أو الجسم. أول شيء أسبابه للأسباب، طبعا الأسباب زيادة الوزن، لما الجسم ينحف ويسمن وينحف ويسمن، هذا بيأثر على الجلد وبيأثر على طبقات الجلد. طبعا حنتكلم على طبقات الجلد وبنتكلم على البرودكت اللي احنا نستخدمه إيش يفيدنا في يفيدنا في العلاج يعني الجلد نفسه. أسبابه زي ما انتم عارفين، أسبابه الحمل، طبعا الحمل والولادة، أسبابه الوحدة تنحف وتتخن. هذه الأسباب طبعا المشهورة. أسباب طبعا قلة الكولاجين في الجسم، لما الكولاجين يكون عندك قليل جدا، ما تهتمي بأكلك، ما في خضار، ما في فواكه، ما في موية، هذا طبعا كله يلعب دور في نفس الجلد. طيب، من أكثر الأسئلة اللي تجيني، متى تبان النتيجة؟ متى تبان نتيجة الجلسة؟ تبان نتيجة الجلسة حبيبتي، أول شيء زي لازم تعرفي إنه 50% عليا و50% عليكي. كيف يكون عليكي؟ عليكي لما انتي تسوين جلسة، يعني مثلا حنتكلم. أيوة، هنا آخر الخطوة اللي هو العلاج في المنزل، اللي هو هل العلاج في المنزل. طبعا أنا شفت فيديوهات كثيرة عن إنه في علاج مقشر للجسم، وفي طبعا شوفوا الشيء الوحيد اللي ممكن يخفف أو يحسن، يعني مثلا انتي إنسانة مهتمة بنفسك، تحطين زيوت، تحطين زبدة شيا، تشربين موية، تاكلين كويس، هذه حتى لو قلنا الستريتش مارك جات على نفس الجلد، مع الاهتمام ما راح تطلع بطريقة بشعة، بتطلع بطريقة خفيفة، بطريقة يعني سطحية. السطحية هذه تقدري انتي تخففيها. شوفوا، الشيء الوحيد اللي ممكن اقدر اقول لكم انه هو يساعد ويحسن هو هذا الزيت اللي في المنزل. هو هذا الزيت اللي هو اسمه بيو اويل، هو ذا. تستخدمينه طبعا حتى لو انك انتي حامل، برضو للناس اللي سووا تكميم. طبعا كانت هي سمينة فسوت تكميم وفجأة نحفت، طبعا هذا الجلد يكون هنا مو طبيعي. طيب، أول شيء متى تبان الجلسة، متى تبان النتيجة؟ تبان النتيجة بعد إجراء التشخيص. طبعا لازم أنا أشوف الحالة اللي أنتي عندك. يعني أول شيء الحالة كيف حالتك، حمراء ستريتش مارك عندك أحمر، ستريتش مارك عندك أسود، ستريتش مارك عندك بني، ستريتش مارك عندك أبيض. كل لون له طريقة علاج مختلفة. يعني أنا ما أقدر أقول لك مثلا من جلسة واحدة راح يبان، بس هو غالبا إنه من أول جلسة يبان النتيجة. بعد التشخيص، بعد ما نشخص ونشوف الحالة ونشوف أقول لك أنا كيف طريقة علاج الستريتش مارك لما انتي تعالجيها وكذا. بعد التشخيص، بعد ما نسوي الجلسة ونستخدم معنا، حتكلم لكم عن البرودكت اللي أنا استخدمه في فيديو ثاني، اللي هو اسمه ديرما اس ار. هذا البرودكت اللي احنا نستخدمه في الستريتش مارك والسكار. حتى لو تلاحظون ان البرودكت كامل، وهذا الجهاز اللي انا اشتغل فيه.
خليني اوريكم العصاية حقته. هو ذا، هو ذا الجهاز. طبعا إبره، هي هذه الإبر. طبعا إبره ستاند ستيل. ستاند ستيل يعني يستخدمونها حتى في إجراء العمليات الجراحية. يعني هذه الإبرة المستخدمة ترى ما هي إبرة يعني عادية ولا إبرة رخيصة، لا الإبرة جدا غالية. يعني الإبرة ما عند فيها نوع اسمه ستاند ستيل، اللي هو النوع اللي ما يعني فيه، شوفوا في إبر صينية. الإبر الصينية هذه تندمج مع البرودكت. يعني مثلا استخدمت برودكت وقعدت أشتغل على الحالة، تندمج معاها فتيجي نتيجة عكسية. الإبر اللي أنا أستخدمها إبر ما تندمج مع البرودكت إيش ما كان، هذا ولا غيره. فستاند ستيل هذه إبر جدا طبية وآمنة وغالية، يعني مش أي أحد يستخدمها. بس طبعا أنا عشان يعني يهمني يكون الشغل مرة تمام كذا فأجيب أغلى وأفضل الأشياء. طيب بعد التشخيص وبعد ما خلاص شفنا الحالة، طبعا في ستريتش مارك سطحي على الجلد، في عميق. حوريكم صور اللي أقصده. يعني مثلا عندكم هنا هذا ستريتش مارك أحمر. طبعا شوفوا الستريتش مارك لما يكون لونه أحمر، كل ما كان لونه أحمر كل ما كان العلاج أسهل. فكل ما أنت اهتميتي بنفسك أول بأول كل ما أنك أنت لقيتي نتيجة. لما يكون أحمر كذا يكون علاجه سهل، لأنه لسه توها طلعت. الستريتش مارك لما يكون لونه أحمر يكون توه طلع لسه. طيب وفي عندكم هذا العلاج اللي يكون نفس الجلد فيه حفر كذا، حفر. طبعا هذا اللي فيه حفر أنا أستخدم لها طبعا هو مادة خاصة، هي ذي. هذه المادة الخاصة هي اللي تعالج الحفر اللي في الجلد. طبعا ما أقدر أقول، طبعا هذه في أسرار شغل واحد، في أشياء من ما تنقال، في أشياء لا تنقال عادي. وطبعا في علاج اللي هي الخطوط البيضاء اللي زي كذا، اللي تكون سطحية وبيضاء. طبعا كل لون له طريقة علاج مختلفة عن الثانية. طيب هذه 50% اللي علي أنا سويتها وشفنا جلسة واشتغلنا بالبرودكت وكل شيء تمام. 50% اللي تكون عليكي هي إنك تتبعي الأفتر كير. إيش يعني أفتر كير؟ أفتر كير يعني الشيء اللي أنت بتستخدمينه في البيت. طبعا أنا بوصف لك كريمات تستخدمي لها، كريمات برضو طبية تلقينها في الصيدليات، في كل الصيدليات، صيدلية الدواء، صيدلية نورة، تلقيها في كل الصيدليات، تتبعيها وتستمرين عليها. إن شاء الله في الفيديو الجاي بتكلم لكم عن البرودكت. حاولت قد ما أقدر إني أختصر، وإن شاء الله بإذن الله الفيديوهات الجاية نتكلم عن الستريتش مارك والحالات والأشياء الثانية.